Как у вас дела? Все ли готово? Я понимаю, было непросто. Которые раньше содержались. دەستپێکی بناوێ دایراتێک لێ دەروا بناوێ لێبەریا خواسەرم بخێرهاتنە برێز کۆزنتۆڤا دکن نونەرە سەرۆک کۆمارێ رووسیاش بۆ خاتری مافی مرۆڤە وەم سپاس دکن گۆ يعني هات بۆ خاتری وێ مهمة إنساني باسم دائرة العلاقات الخارجية باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نرحب بالسيدة آنا كوزنستوفا ممثلة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ونشكرها على تحملها أعباء السفر للقيام بهذه المهمة الإنسانية النبيلة. نحن من جهتنا دائما نخاطب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها وبصورة خاصة الأطفال، كون الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم أطفال لأبوين أو لأب انتسب إلى تنظيم داعش الإرهابي. Дорогой доктор Амар, я благодарю вас за добрые слова в свой адрес и в направлении той деятельности, которая осуществляется совместными усилиями. Для России это следующий этап возвращения детей. Уже благополучно завершена работа по возвращению детей из Ирака. И эта миссия, можно сказать, что завершена. Дети, которые раньше содержались в тюрьмах, сейчас находятся дома. Все они находятся в семьях и ходят в садики, в школы, с ними занимаются специалисты. Мы продолжаем внимательно наблюдать за судьбой каждого из них. И сейчас видим, насколько велика разница между теми детьми, которые возвращались в самолетах бортами после оформления всех документов, и между теми, которые сегодня, сейчас бегают, играют, веселятся, как и все дети. На что они не имеют права. دكتور عمر العزيز، شكرا جزيلا للكلمات الطيبة، شكرا جزيلا للكلمات الطيبة تجاه شخصيتي وتجاه عمل الذي نحن نقوم بتنفيذها من خلال جهود المشتركة. بالنسبة لروسيا هذه هي مواصلة المشروع كبير بإجلاء الأطفال الروس إلى ديارهم من العراق وسوريا. نحن قمنا تقريبا قد أكملنا عملية إعادة الأطفال الروس من العراق، والآن في فترة راهنة هؤلاء أطفال ليسوا في سجن أو معسكرات، هؤلاء أطفال الآن في بيوتهم ويمارسون الحياة الطبيعية، يذهبون إلى مدارس، يذهبون إلى حدائق للأطفال ويلعبون مثل ما كل طفل. ونحن لا نزال نتابع الوضع هؤلاء الأطفال ونحن نهتم بهم.